مساء الخير صبايا، شلونكن؟ ايش اخباركن؟ رجعت لكم فيديو جديد وباشرت لكم الفيديو من اجواء الضيعة الحلوة الرايقة لتتفائلوا وتتنشطوا وتتابعوا الفيديو معي. طبعا اذا كنتوا اول مرة بتشوفوا فيديوهاتي بتمنى تشتركوا بالقناة، تحطولي لايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد انا بنزله. طبعا بالفيديو طبخت طبخة وسويت جاتو للأطفال اللي عندي. بداية قشرنا البطاطا، قطعناها مثلثات طبعا وسط لا سميكة ولا رقيقة. بعدين حطيت لها لحمة ودهنة وبصل، البهارات كركم، ملح، بهارات مشكلة ودبس فليفلة وشوية ماجي وزيت، وبعدها على الفرن. طبعا طلعت كتير طيبة. فيكن تعملوا جنبها لبن بخيار أو ترووا لبن ومخلل. أما بالنسبة للجاتو فيا صبايا جيت عملته على الخلاط. ما بعرف الخلاط هذا اللي اشتريته جديد، مو بعرف حطيته بالبيض وحطيت السكر وصرت اخفقه انه ضليت يعني شي 3 دقايق، فلاحظت انه حمي الخلاط من تحت. وين طلعت الحماوة على البيض، تحسون سلق البيض جوا الخلاط، فشلته وعملته على ايدي. حطيت بيضتين، كاسة سكر، آه، ظرف بيكنج باودر، فانيلا كمان ظرف، وخفقتهم، وربع كاسة زيت وكاستين طحين. كانت النتيجة كتير حلوة مثل ما شايفين، كتير شهي ولذيذ. عملت لهم مهلبية. طبعا هذا الظرف ظرف كاستر اللي بطعمة الفانيليا. حطيت يعني تقريبا شي لتر حليب معه، وحطيت شوفان على التعيين، السكر انتو شلون بتحبوا. خليته لغلى وبعدين نزلته. كمان مفيد للأطافيل لأن فيه شوفان طبعا للكبار وللصغار. وبعده نهاية هذا الشغل كله أكيد يعني وإجباري بده يكون عندكم جلي. كمان جليت الجليات وفرجيتكم كمان. طبعا بالنسبة للحليب، حليب البقر نجيبه وبعمله شايط. شلون بتعملوا شايط؟ بتحموا الطنجرة بعدين بتحطوا الحليب. فالطنجرة لو بتشوفوها شلون صارت يعني بتصير محروقة يعني من تحت، بس هيك إجباري يعني إذا بدها تشوطوا الحليب بيطلع إنه مثل المحروقة. فبدكم تفركوا كمان فيها منيح 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 لحتى تنضف. وبس هذا كان فيديو اليوم، أتمنى تكونوا حبيتوا استمتعتوا فيه. إذا حبيتوا أتمنى تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة إذا أول مرة بتشوفوني، وتفعلوا زر الجرس. سلام صبايا، بشوفكم فيديوهات جديدة.